هذه لا سيمين ديال لو داني جور سالات ستاج، نتمنوا بان داز بخير. تنشكر الدراري ديال الستاف اللي كانوا ساهرين عليكم. الحمد لله كيلكو زار لقاو دي كلوب سيغمون ils ont des problèmes. Il peut pas aller s'entraîner tout seul. C'est difficile هاد لا سيتوياسيون اللي تعيشوها اللعابه تكون عنده لا كلوب الاول، خاصة داك اللي ما عندوش كاع في الماسيمو. دونك راه يبقى يمشي لاصال يمشي يجري يدواش يجي. الاخر كي نبقى دارجون سواء يتكافى بعدا باش ياكل ولا باش يسو دي بلاص ويبقى سكوافي عمر التليفون باش يعيط هذا يخطر على ليكيب. بالنسبه للتربص، هذا تربص كيدار دو فوا باغ سيزون. تيديروا الاتحاد المغربي للاعبين المحترفين لفائده اللاعبين اللي ما تيكونش عندهم نوادي. هذه مبادره انسانيه تيديرها الاتحاد. تنحاولوا نجمعوا 24 لاعب في اجواء احترافيه، في فندق 5 ايطوال، الماكله مزيان، لونطرينمون مزيان. هادشي كامل باش وكنديروا مقابلات اعداديه. هاد التربص درنا فيه 3 ماتش كانوا في المستوى الكبير، وهاد اللاعبين اللي جمعنا في التربص هذا يستاهلوا انهم على الاقل يكونوا في الدي 2. كاينين لاعبين في المستوى وكاينين لاعبين اللي مازال خصهم الخدمه. انما ملي كتجمعهم كجروب تيقدر يستافد اكثر من انه يتريني بوحده. وهادشي كامل في افق انه واحد النسبه كبيره منهم تسيني في النوادي المغربيه باش يعاود يحيي لا كارير ديالو، لانه اللاعب عنده المصدر ديال الرزق ديالو هو انه يسيني كونطرا مع اون ايكيب اللي بدا يتخلص. يعني المعين الوحيد تيكون اللاعب العائله ديالو. هذا هو الهدف الاسمى ديال التربصات، في افق انهم يسينيو وكما قلت يحييوا لا كارير ديالهم. هذه الاشياء اللي اعتاد عليها الاتحاد المغربي للاعبين المحترفين منذ فتره. لاعبين اللي منخرطين فيه فكيقدم لهم هذه الخدمه اللي عباره على معسكرات اعداديه في الظرفيه اللي كتكون فيها الانتقالات. في الاول الاتحاد المغربي للاعبين المحترفين كان كيدير معسكر واحد خلال السنه، الان انتقل ولا كيدير معسكرين. كان كيدير اسبوع. الان الاتحاد المغربي برئاسه الاخ العزيز مصطفى الحداوي اصبح كيدير يعني معسكرين مده 10 ايام، وهذا شيء رائع جدا. خلالها كتكون مباريات، كيكونوا تدريب، كيكونوا برامج اللي هي انشطه موازيه. يعني البرنامج كيكون عامر كما كنقولوا. وهذا الهدف كل من هذا الشيء كامل هو انه اللاعبين ملي كيلعبوا مع هذه الفرق، وايضا كيكون دعوه للمدراء التقنيين الانديه والمدراء التقنيين اللي ما كيحضروش فكيتصلوا الطاقم اللي كنعرفوا راه فيه لاعب مدافع اللي معروف اللي هو المحذوفي، فيه مهاجم اللي هو بريغل، فيه انا لاعب وسط سابق. فالاخوان كيتصلوا فكتبدا تنصحوا بانه كاين عندنا اللاعب الفلاني، وهنا كنبداو نشوفوا لاعبين اللي كيبداو يغادرونا خلال المعسكر وكيلقاو فرق. وهذا الشيء رائع هو اللي كيفرحنا، لانه ما كنبغيو نشوفوا حتى شي لاعب بحكم انه لاعبين سابقين نشوفوا لاعب اللي يكون مغبون ويعني وما عجبوش الحال في هذه الظرفيه هذه. تنشكر الجمعيه ديال اتحاد اللاعبين المحترفين لهذه المبادره اللي كيديروا جوج مرات في العام بالجوار اللي ما عندهمش فراقي. يعني دي مبادره طيبه باش نعطيو نحفزوا اللاعبين اللي ما تيلقاوش فراقي لا في البدايه ديال الاستيناتور في شهر 9 ولا في البدايه ديال شهر 12. كندخلهم لهذا المعسكر وداك الشيء باش تيحس براسو بانه واخا ما كايناش فرقه. يعني اتحاد اللاعبين المحترفين تيعطيه قيمه، بيحس براسو بانه واخا ما كايناش فرقه. يعني راه الناس مهتمين باللاعبين المحترفين. وهذا السطاج هذا اللي كنديروا حنا كل جوج مرات في العام، هذه المره درنا 10 ايام باش الله واسع اللعابه باش يلقاو لي زيكيب ديالهم تما باش يمشيو يلعبوا. ونتمنى لهم التوفيق. درنا واحد دو ماتش اميكال لا معنا نسمى السطاتيه ولا مع رجاء بني ملال، نعطيو حافز لهاد اللعابه باش يبينوا بانهم يستاهلوا يلعبوا، ما يستاهلوش يبقاو جالسين. ونتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. كما لاحظتوا شوف هذه الاستعدادات كتمر بشكل جيد. لا هذه دابا اليوم التاسع ديالنا من التدريب، فالاجواء كتمر باخويه. كذا كاتحاد المغربي للاعبين المحترفين برئاسه السيد مصطفى الحداوي، كما كتلاحظوا كيسهل امره على اللاعب المحترف انه يزاول التدريب ديالو بشكل رائع. الظروف الحمد لله كامله متوفره، لا من ناحيه الاقامه لا من ناحيه الاكل لا من ناحيه الاجواء. فاحنا كنحسوا براسنا كاننا في فريق.